حبيب عبادك يا رب. النهاردة احنا في مسجد سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله. وعشان نعرف تفاصيل أكتر يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. مسجدنا النهاردة بني في عهد الفاطميين سنة 549 هجرية 1154 ميلادية تحت إشراف الوزير الصالح طلائع، ومساحة المسجد الحالية تقريبا 3440 متر مكعب. ويضم المسجد 3 أبواب مبنية بالرخام الأبيض تطل على خان الخليلي. أما الباب اللي موجود بجوار قبة المسجد فهو معروف باسم الباب الأخضر. والمبنى يشتمل على 5 صفوف من العقود المحمولة على أعمدة رخامية، ومحرابه بني من قطع صغيرة من الإيشان الملون بدلا من الرخام، وبجانبه منبر من الخشب. والمسجد مبني من الحجر الأحمر على الطراز الغوطي. ويوجد بالمسجد ضريح قال عنه المؤرخون المصريون إن مدفون فيه رأس الحسين بن علي حفيد رسول الله. وللرأس دي قصة طويلة وحكايات كتير، أهمها إن مع بداية الحروب الصليبية خاف حاكم مصر الخليفة الفاطمي على رأس الحسين أن يلحق بها أذى من الصليبيين في مكانها بمدينة عسقلان بفلسطين، فأرسل الرأس إلى مصر وتم دفنها في مكانها الحالي وأقيم المسجد عليه. وفي رواية معدومة المصدر بتقول إن الرأس جاءت إلى مصر على فرس هربا من كربلاء مع زوجة الحسين الملقبة باسم أم الغلام. وبالمسجد توجد الغرفة النبوية اللي موجود فيها بعض المقتنيات اللي بيذكر أنها خاصة بسيدنا رسول الله، وهي عبارة عن مكحلة وثوب وسيف، بالإضافة إلى مصحف يعود لعهد الخليفة عثمان بن عفان مكتوب بخط اليد، إلى جانب عصا النبي وبعض من شعر رأس رسول عليه الصلاة والسلام. يا ترى عرفتوا احنا كنا فين النهاردة؟ احنا كنا في مسجد الحسين بحي الحسين. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ويا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات. والسلام عليكم.